السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة. ياريت ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة معانا برج العقرب. ياريت قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. برج العقرب برج عندي ما بيقتنعش بكلام حد، بس عنده طموح هو عايز يوصلها بأي طريقة. عنده خط كده هو ماشي عليه، هيوصله. مهما عملت، مهما حد قالك انت ماشي غلط او بلاش الطريق ده، لا انت بتحب تجرب وبتحب تشوف الطريق ده بيبقى اخره ايه. وان شاء الله بمشيئة الرحمن يبقى اي طريق انت بتمشي فيه يا برج العقرب يبقى كله خير وسعادة. تعالى نسمي الله بسم الله، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونقول بسم الله. برج العقرب، زي ما قلنا يا برج العقرب، انت بتحب تمشي في الطريق حتى لو حد قالك بلاش. انت بتحب تشوف في ايه في الطريق دوت، بتحب تجازف، بتحب تكتشف اي حاجة قدامك انت عايز تروح لها وتوصل لها. برج العقرب، انت حاليا في مشاكل معاك في حياتك، في شغل، اذا كانت في شغلك او في حياتك العاطفية، حياتك الاسرية. انت في مشاكل. بص يا برج العقرب، انت هتقع في مشكلة اهو. انت هتقع في مشكلة بس هترجع تاني نفس البر، يعني انت مش هتغوط في المشكلة، لا لا لا. انت هتقع في مشكلة وهتفوق، وبعد كده هتروح راجع تاني للبر علشان تنقذ نفسك. برج العقرب، بص يا برج العقرب، انت في فنجالك النهاردة نقطتين. في نقطتين انت ممكن تكون مستني خبر هيجيلك بعد يومين، بعد شهرين، بعد اسبوعين. وممكن يكون في حد، يعني شخصين في حياتك انت بترتاح لهم اكتر من اي حد في حياتك. شخصين انت بترتاح لهم. برج العقرب، انت في دوامة. انت حياتك حاليا في دوامة، انت مش عارف تطلع من اللي انت فيه، مش عارف تتراجع عن قرارك اللي انت فيه، لان انت بالتالي انت دخلت خلاص في الدوامة ديت. بس انا بحب اقولك يا برج العقرب، انت هترجع تاني من الدوامة بس لما تفوق لنفسك. في حد هيشدك من الدوامة دي عشان يطلعك منها. برج العقرب، انت زي ما قلنا في مشاكل كتير قوي ضخمة كمان في حياتك. انت ربنا لسه ما رزقكش، اذا كانت بالزوجة الصالحة او لو انت معاك الزوجة، فربنا لسه ما رزقكش بالبيبي باول طفل. بس ربنا ان شاء الله عن قريب بمشيئة الرحمن هيرزقك. برج العقرب، عايزه اقولك الطريق اللي انت ماشي فيه زي ما قلنا ان هو مخليك في دوامة. حاول تفوق لنفسك وتطلع منه. في ناس كتير بتحبك وواقفة جنبك، بس انت للأسف مش واثق فيهم. انت مش واثق فيهم. انت مستني قرار سفر. يعني انا قدامي دلوقتي انت مستني قرار سفر. حد هيرد عليك، هتسافر، مستني تأشيرة، مستني تذكرة. بس انت مستني حاجة تخص سفر. ان شاء الله هيجيلك قبل السنة، ان شاء الله ما تخلص. هو احنا خلاص السنة على الابواب، بس ان شاء الله زي ما قلنا كمان يومين، كمان شهرين، كمان اسبوعين. زي ما قلنا في نقطتين في حياتك يا برج العقرب.
البرج العقرب اللي لسه مرتبطش في ارتباط عن قريب، بس يعني عايزة اوضح لك شيء لمعظم برج العقرب اللي لسه مرتبطوش. حاول يا برج العقرب تدرس الموضوع كويس. انا شايفة ان الموضوع اللي جاي مطلع عينك، وانت مش قادر ومش عارف تتحكم في اعصابك، مش عارف تسيطر على عقلك. حاول تقعد مع نفسك وتشوف مميزات الشخص وعيوبه علشان تعرف تعيش وتتعايش. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع برج جديد. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، بستنى كومنتاتكم كتير قوي وبتفرحني قوي قوي، بتحفزني. معاكم قناة سدرة، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.